السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. الناس كلها في رمضان روقت شققها وعملوا ترويقة رمضان وعلقوا زينة رمضان، وانا الوحيدة اللي شقتي مكركبة ومتبهدلة زي ما انتم شايفين كده. شوية الرمل اللي كانوا على العتبة قدام باب الشقة والبهدلة والرمل والسيراميك اللي في الريسبشن واللي في البلكونة. سبب الكركبة ديت ودخلت عليا رمضان وانا شقتي مبهدلة بالمنظر ده بسبب ان انا كنت بظبط الحمام، بغير الصرف بتاع الحمام والسيراميك وكده، وبسبب ان الارضية خدت وقت على ما تنشف، فالسباك قال لي مش هينفع نشتغل قبل اسبوع، ودخل عليا رمضان وانا بالمنظر ده. تمام. الشقة كلها مكركبة ومبهدلة زي ما انتوا شايفين، و يعني الواحد كان نفسه يخلص قبل رمضان. هو جالي بعد ما كسر تاني يوم عشان يشتغل على طول، لقى الحمام مش راضي ينشف، وقال لي ولا اسبوع على ما ينشف. تمام. فسبت الشقة زي ما هي بحالها كده، وكمان كنت بسيب الشبابيك مفتحة والبلكونات عشان اهوي الشقة والحمام ينشف بسرعة. وكانت عليا العاصفة الرملية، دمرت بقية الشقة وطربت بقية الشقة زي ما انتوا شايفين، الكنب كده مردوم، الشقة كلها بقت مردوم. تمام. طبعا كنت زقاله العفش، يعني عشان افضيله نص الريسبشن كده بالبلكونة يفضي فيه الرمل اللي بيطلعه من تحت السيراميك القديم. وادي العدة بتاعتهم. وهنا برضو كان بيحاول ان هو يفك الخلاط بتاع الحوض القديم لان هو اتكسر من كتر ما صدى، بسبب ان حاجة الجهاز في شقق الاسكان الاجتماعي كلها خامات زي الزفت. هنا بقى الحمد لله كان ده يوم الجمعة اللي هو تاني يوم رمضان. جبت حد يساعدني في تنظيف الشقة وقلت اصور لكم، بس كنت طبعا بصور بالليل لان بعد ما خلصت اتهد حيلي ودخلت نمت. ولما صحيت وبعد ما فطرت قلت ما اصور لكم. فالتصوير ده كان يوم الجمعة اللي هو تاني يوم رمضان. الحمد لله جبت حفاظات جديدة وفرشتها في الريسبشن، وحطيت زينة رمضان ومفارش رمضان. المفرش ده انا اللي كنت عاملاه، جبت القماش وخيطته من كام سنة، من حوالي 3 سنين، وكل سنة بطلعه. ودي الحافظات الجديدة، جبت حافظتين نفس الشكل ونفس اللون، والحمد لله لونهم طلع لون الصالون، نفس الدرجة بتاعة اللي هي التركواز دي. هنا كانت الدنيا نطفت الحمد لله. وكان الواحد نفسه يخش على رمضان كده في الروقان، بس الحمد لله. وده برضو المفرش انا كنت عاملاه، وده فانوس رمضان الجديد. هنا بقى المطبخ كان في شوية حاجات كده في الحوض مطرح الفطار، بس بقية المطبخ نظيف الحمد لله. و مفهوش بس غير شوية طبقين كده في الحوض وخلاص. تمام. ودلوقتي دي الأوضة اللي هي بتاعة الأطفال، وهي في نفس الوقت أوضة الكراكيب. بس أسيبكم بقى كده مع الصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انا عشان شقتي بتطل على الجامع، فقلت اوريكم الزينة بتاعة الجامع واسمعكم كده جزء من الصلاة بتاعة التراويح.
ف يعني انا قلت لكم دي اوضه الاطفال واوضه الكراكيب في نفس الوقت، فما تستغربوش الحاجات اللي فيها، عشان انا لسه ربنا ما انعمش عليا يعني بالذريه الصالحه ودعواتكم ليا. وده الليفينج روم، برضو كان فيه شويه حاجات كده، شنط الهدوم اللي احنا طبعا انا ما كنتش قاعده في الشقه في فتره الاسبوعين اللي اتعمل فيهم الحمام. كنت قاعده عند اختي، ربنا يكرمها ويرزقها يعني حقق لها كل امانيها. فكنت في شنط هدوم بس كده عايزه تتفضى في الدولاب، فالواحد كان يعني راجع تعبان مش قادر يفضيها، فقلت افضيها مرة تانية. ده بقى الحمام. انا غيرت الارضيات فقط، ما عملتش الحيطان. وطبعا عملت عزل فوق عزل الجهاز، عشان الجارة كانت بتشتكي دايما من موضوع الحمام ده، فلما ربنا كرم وأذن عملناه الحمد لله. وغيرت طبعا البلاعة وغيرت الحوض. الحوض مش غيرته، الخلاط بتاع الحوض. وهنا ساب لي صرف البانيو عشان اعمل بانيو بعد كده، وهبقى انزل لكم فيديو تاني بتفاصيل الشغل بتاع الحمام دوت. يا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وشير لكل اصحابكم. والسلام عليكم ورحمة الله، ورمضان كريم عليكم جميعا، كل سنة وانتم طيبين.